البرتغال قدرت تحقق فوز مهم جدا على المجر 3-2، والمباراة كانت في أرض المجر، في مباراة كانت مليانة إثارة وندية. وكالعادة كريستيانو رونالدو بيكتب التاريخ وبيسجل هدف من ضربة الجزاء، ويبقى الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم ب 39 جول بالتساوي مع كارلوس رويز. طبعا باين قوي ان كريستيانو رونالدو ناوي يكسر الرقم ده وينفرد بيه لوحده. زي ما انا قلت دايما، اللي بيميز رونالدو عن اي حد تاني ان هو بيقدر يحط لنفسه جوه دماغه هدف تاني. يعني كان مين يقدر يفكر في حاجه شبه دي؟ محدش بدا يفكر فيه غير لما كريستيانو بدا يقرب انه يكسره. وده دايما اللي مخلي كريستيانو رونالدو مستمر وملهم لاي لاعب ولاي مشجع. لكن انا مش جاي اتكلم عن كريستيانو بس، انا جاي اتكلم عن منتخب البرتغال ككل. العناصر بقت تقيله، تقريبا دي افضل فتره في تاريخ المنتخب البرتغالي كعناصر وكاسامي. طلع لويس فيجو وطلع كريستيانو رونالدو، بس كانوا كل دول بشكل منفرد. البرتغال اصبح يمتلك كل مركز لعيب كويس، دي ما كانتش موجوده قبل كده. بالنسبه لروبرتو مارتينيز، المدرب اللي محظوظ دايما بانه قادر يمسك المنتخبات في الجيل الذهبي بتاعها. بلجيكا مسكها لما كان عندها كورتوا وهازارد وكل الشله الكريمه دي، ودلوقتي منتخب البرتغال برضه بيبني جيل قوي جدا ومليان نجوم. فانا بالنسبه لي المدرب ده يعني هو بيلاقي نفسه مع منتخب قادر يعمل حاجه فبيعمل حاجه، لكن ما عملش التاتش بتاعه الخاص. يعني هو مدرب اسباني، عمر ما اسبانيا لما كانت بتحاول انها تجدد الكوره جابته. على العموم انا مش جاي انتقده، هو حاليا ماشي كويس جدا مع منتخب البرتغال وماشي بخطى ثابته، وفي الاخر فوز مهم جدا بالنسبه للبرتغال، بيقربوا خطوه جديده من كاس العالم. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تتابعني. سلام.